عاملين ايه؟ النهارده هيكون ما عنديش اي فكره انا هعمل ايه. سايبه اليوم كده يجي زي ما يجي، عايزه امشي من غير بلانز او من غير ما اكون مخططه انا هعمل ايه. بس اوريدي برضو يعني انا برضو حاطه شويه تخطيط بسيط، بس حاجات بسيطه، يعني مثلا ان انا انظم الجزء ده. هو النهارده يوم اجازه، فهعمل الحاجات اللي انا بعملها في اليوم الاجازه العادي، يعني في يوم اجازتي العادي فهاخدكم معايا النهارده. قلت كده اخليه فلوج لذيذ، وكمان عشان الفلوج ينزل لكم يوم الجمعه. انا نسيت ان انا اقول لكم ان انا هثبت يوم الجمعه ده ان انا انزل لكم فيديو كل اسبوع. اول ما صحيت من النوم حسيت ان انا عايزه اقعد في البلكونه استمتع بصوت العصافير والسما اللي كان شكلها حلو جدا، واقعد بس اجورنال واسمع فيروز. كان وقت لذيذ جدا. I had a really good time this morning. So هنكمل بقية اليوم برضو بلذاذة وبخفة كده، من غير تو دو ليست، من غير تخطيط، من غير أي حاجة. هعمل بس اللي في دماغي. فأول حاجة هعملها دلوقتي إن أنا هنظم الجزء ده عليه تراب. بنسى ان انا انضفه، بنسى ده، مش عارفه، ببقى بحس كده ان انا عايزه ابقى اكون في مود حلو وانا بنضفه. هو دلوقتي مكركب جدا وعليه تراب، وماما حاطه عليه زيوت. ماما جايبه زيوت، مش عارفه ايه الزيوت دي، زيوت طبيعيه عشان هتعمل وصفه كده طبيعيه. واي حاجه بقى حاطين على المسترايزر، حاطين عليه حاجات كتير، بقينا نركن عليه حاجات كتير. وكمان عايزه اطلب كتب اونلاين. ما عنديش شغف بصراحه، وما عنديش طاقه ان انزل اروح محلات الكتب واقعد اختار كتب وكده، مع ان انا بحب الفايب دي قوي، بحبها جدا وبفضلها عن ان اشتري كتب اونلاين. بس انا النهارده مش ناويه اني انزل من البيت ان انا اروح في حته. عايزه اقضي اليوم في البيت. انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا شخص بيحب البيت جدا وبحب قعده البيت، بحب القعده في اوضتي كمان، واقدس جدا القعده في اوضتي. مش عايزه اقول كده، ما تتقالش كده عشان قانون الجذب. انا برضه عايزه اطلع، يعني انا كمان بحب الطلوع جدا، يعني انا من الاشخاص اللي هم بيشحنوا طاقه لما بيقعدوا لوحدهم. انا بقالي فتره بختلط بناس كتير جدا، بعد ما بختلط بناس بحس ان انا خلاص طاقتي مستنزفه. لما بختلط بناس لوقت طويل، فاهميني؟ حاسه اللي هيكون شبهي هو اللي هيكون فاهمني. يعني مثلا في ناس من صحابي بيستغربوا ده قوي، لانهم مثلا بيقولوا لا احنا ممكن بنستمد طاقتنا من ان احنا نختلط مع الناس اكتر. انا العكس، انا عشان ارجع طاقتي لازم اقضي وقتي لوحدي عشان اشحن. ده مش معناه ان انا ما بحبش الطلوع، يعني انا بحب الطلوع واروح واجي وانا برضو نفسي يكون العالم بتاعي يكون كبير ويكون اكبر من ان هو يكون مساحة اوضتي. بس اللي اقصده عشان العالم بتاعي يكون كبير وانا بحب العالم بره، يعني انا بحب اختلط بالناس، بحب اروح واجي، بس عشان اعمل ده لازم الاول اقضي وقت مع نفسي، لان ده اللي بيديني الطاقه ان انا اروح لده، ان انا اختلط بالناس واختلط بالعالم الخارجي. اتمنى اكون قلت بس ان انا كل يوم جمعه هنزل فيديو، فعشان كده الاسبوع ده قلت خليني اصور عشان الفيديو اللي هينزل يوم الجمعه الجايه. وجماعه قولوا لي افكار فيديوهات، قولوا لي افكار فيديوهات عشان انا خلاص ما عنديش افكار خالص. فقولوا لي افكار فيديوهات عشان نعملها. وصحيح اخر فيديو، شكرا جدا ان انتوا شاركتوني مشاعركم. انا دايما بحس اللي هو لا، انتي مش المفروض تشاركي مشاعرك على الإنترنت. ما باحبش إن أنا أكون vulnerable على النت. ما باحسش إن الإنترنت هو المكان المناسب إن نتكلم فيه عن مشاعرنا ونتكلم فيه على اللي بيدور جوانا. على قد ما أنا مثلًا شايفة فيه جزء وِحِش منه، بس الجزء الحلو مثلًا إن أول ما قُلت ده فأنتم شاركتوني برضه مشاعركم واللي أنتم حاسين بيه. حسيت اللي هو طريقة حلوة إن إحنا مش لوحدنا، وإن إحنا بنشارك ده مع بعض، وإن ممكن يكون سبب في إن إحنا نهوّن على بعض شوية. فباحاول أغيّر ده مؤخرًا. وخصوصًا كمان إن أنا بالاقي صعوبة إن أنا أتكلم فيها عن مشاعري لأي حد عمومًا، حتى لو ناس قريبة مني، ممكن يفضل جوايا كتير أوي لحد ما بيبقى في تراكمات. فعشان كده أنا باحاول دايمًا إن أنا أjournal كل يوم، لإن ده بيأثّر عليَّ جدًا، بالسلب أكيد. فعشان كده برضه الjournaling هو الحل بالنسبة لي. خلّيني أقوم دلوقتي، كفاية بقى رغي. أنا مش فاهمة الشتا هييجي إمتى؟ أنا عايزة الدنيا تمطّر. الشتا فين؟ الشتا فين؟ الهودي الكحلي رجع. ده comment شُفته على آخر فيديو تقريبًا نزّلته. كنت مبسوطة أوي. كنت مبسوطة أوي إن أنتم يعني بقيتوا تحبوه زي ما أنا باحبه كده. قريب بقى هاجيب الألوان الباقية، يعني مش هيكون كحلي بس، هاجيب ألوان كتير أوي عشان أصوّر بيها، وبس يكون نفس الراحة، وهيكون نفس الvibe بتاعة الهودي الكحلي ده قريب إن شاء الله. Summer break. Let me give you a more mature. Our day-to-day routines.
Musty crusty. طبق لذيذ من الفواكه والزبادي. باحب جدًا الحاجة اللي طعمها مزز زي الزبادي، مع حاجة فيها سكر طبيعي زي الفواكه.
الاتنين مع بعض ميكس حلو جدا. خلوني اشرح لكم. انا كنت خلاص نضفت القرفف، ما كنتش عارفه اقطع المانجا. كنت بنضف القرفف دي معاكم، وبعدين قعدت كده وقت اللي هو قلت ايه، انا عايزه بس كده اخد ناب عشان دماغي كانت مصدعه. فقلت اخد ايه قيلوله صغيره، انام لي ساعه كده، بعدين اصحى اشوف بقى ايه اللي هعمله بقى واشوف الدنيا اصلا. لان مؤخرا دماغي بقت تصدع كتير قوي، بصحى من النوم دماغي تقيله، وبعدين التقل ده بيتحول لصداع بعدين في اليوم. ودي حاجه غريبه ان انا بصحى من النوم. انا اصلا لما بكون مصدعه انام عشان اقوم فايقه، لما بنام بقوم فايقه الصداع بيروح، لكن ان انا اقوم من النوم مصدعه اصلا حاجه وحشه قوي، وبكره جدا الصداع. خدت قيلولة عملت مني قوي، فرطت مني قوي، نمت كتير. اتمنى ان القيلولة دي اللي هي كانت ساعات كتير دي ما تأثرش على نومي بالليل. اتمنى ان ما اسهرش عشان عندي شغل الصبح. اتمنى، ومحتاجة اكون في كامل تركيزي بكرة الصبح. كنت عايزة اكل حاجة حادقة قوي، وبعدين كلت زيتونة طعمها مر قوي قوي، حادقة قوي. ماما عامله زيتون مخلل، زيتون اسود وزيتون مش عارفه ايه، عامله زيتون كتير قوي، انواع زيتون كتير قوي مخللات. الزيتون اللي هو الاسمر ده احنا فتحنا عليه، ما كانش المفروض نفتح عليه دلوقتي عشان هو بيبقى مر قوي، فهو محتاج ان هو يفضل اكبر قدر ممكن وما نفتحش عليه. بس انا اكلت زيتونه من دي مره قوي قوي، وبعدين مره واحده بقيت عايزه اكل حاجه فيها فاكهه وما يكونش مسكر قوي، فيه يكون فيه سنه مزازه. فرحت لهذا الاختيار اللي هو زبادي، وحطيت عليه موز، وحطيت عليه مانجا. اي ثينك ان انا هقوم اقطع مانجا تاني، ان انا اكلت المانجا كلها. المانجا مع الزبادي تحفه. بس انا رغيت كتير قوي في موضوع ملوش لازمه. ضفت الكثير والكثير من قطع المانجا. شيبس كيس. انا بعشق المانجا. المانجا في قمه الهرم بتاع المفضلاتي بتاعه الفواكه. انا شخص بيعشق الفواكه، بيقدس الفواكه، ممكن يعيش على الفواكه. المانجا تكسب معانا انها تكون في قمه الهرم، بعديها ياتي الخوخ، وبعديها ياتي الموز والتين مش التين الشوكي، التين العادي، التين النوع التاني من التين تجي. المهم، بقالي فتره انا عايزه اشتري كتب. انا هجيبها دلوقتي، انا هطلبها معاكم اونلاين دلوقتي. زي ما قلت لكم ان انا مش عايزه انزل، يعني مش عايزه انزل انا اروح المحلات. وبعدين ثانيه واحده، ايه اسعار الكتب دي؟ هنقرا ازاي باسعار الكتب دي بجد يعني؟ فانا قلت اطلب اونلاين. وانا في الشغل قابلني بيج على فيسبوك بتبيع كتب، الاسعار عندها الى حد ما حلوه. خليني اخش على فيسبوك. انا بفكر اعمل فيديو هتكون في الوقت ده، يعني عشان الوقت ده الوحيد اللي ببقى فيه في البيت. يعني هتكون عن ايه؟ عن مواضيع بتدور في دماغي، مواضيع احنا بنعاني منها، او المجتمع بيخلينا نعاني منها، او الناس بتخلينا نعاني منها، او طرق اتربينا عليها خلت جوانا حاجات عامله لنا مشكله بعدين قدام نفسنا او قدام تعاملنا مع الناس، بحيث ان احنا نستفاد من تجارب بعض. انا بيبقى عندي مواضيع في دماغي شغلاني جدا، وببقى عايزه اتكلم فيها مع حد، بس ما بلاقيش الحد اللي يقعد يسمعني ويفهمني. يعني هو بيبقى عايز بس هو يتكلم. انا مش بحب الناس دول اللي هما بيبقوا عايزين يتكلموا يتكلموا يتكلموا. برضه وجهة نظر، يعني هو مفيش حد هيسمعني، بس انا اللي بتكلم بس وخلاص، ويسمع الافكار اللي جوايا غيركم. بجد يعني انتوا مش هتقطعوني، انتوا هتبقوا بجد جود listener ليا. لكن مثلا تعالوا الناس هنا، ده سبب من الاسباب اللي انا مش بتكلم كتير. برضو أنا مش بحب اتكلم كتير مع اي حد، ومبحبش اعرف اي حد حاجه عني، او ما بحبش ان انا اكون vulnerable معاهم. بس انا عايزه اغير ده، لانه بيأثر عليا جدا ساعات كتير بالسلب. وكمان سبب قلت لكم ان انا مش بتكلم مع حد، يعني مش بلاقي الشخص اللي بيسمعني وبيقدر وفاهم اللي انا بقوله، خلاص اتكلم ليه؟ يعني انا خلاص طلعت الكلام ده، انا هزعل لما الاقي الشخص اللي قدامي مش مهتم، او هو سامع بس عشان ايه، يلا لما يجي الدور عليا هتكلم انا كمان. هو من حقك برضو ان انت تتكلم، بس مش تتكلم طول الوقت. بس في ناس انا بحب اسمعهم يتكلموا عن حياتهم واللي بيحصل، لكن في اشخاص لا. فاهمين انا بتكلم في ايه؟ يا رب انتوا كمان تكونوا فاهمين انا بتكلم في ايه. طبعا انتوا اكيد فاهميني، انا عارفه ان انتوا فاهميني، انتوا صحابي اكيد فاهميني. بس الفكره بجد اللي انا بتكلم فيها ان في مواضيع كتير مؤخرا بتشغل دماغي وبتسحلني من كتر التفكير فيها، فببقى عايزه اناقشها مع حد. بعدين فكرت ان انا مثلا اعملها في فيديوز على اليوتيوب واقعد اناقشها معاكم وانتوا تناقشوني. واللي شجعني اكتر اخر فيديو ان مثلا قلت حاجات افكار في دماغي او اللي انا بحس بيه،
وانتوا كمان رديتوا عليا في الكومنتس وقلتوا لي ان هو انت مش لوحدك، واحنا كمان بنحس في ده، واحنا كمان مرينا في ده. حد قال لي ان هو كان في ثانويه عامه كان بيواجه نفس المشكله وما كانش بيعرف ان هو ياخد بريك او ان هو يفصل. انا مش عايزه اقول عليه بودكاست على قد ما هو فضفضه. انا بجد نفسي اعمل النوعيه دي من الفيديوهات، حاسه بجد انها هتساعدني كتير وهتساعد ناس كتير منكم. هتساعدني في ان انا اطلع كل الحاجات اللي جوايا، لان انا بلاقي صعوبه ان انا اتكلم عن حاجات بتدور في دماغي او بتدور جوايا. دي حاجه مش كويسه، بس انا عايزه اتخلص من الحاجه دي او عايزه اشتغل عليها. اكيد مش هتخلص منها. هي برضو الكتمان ده بيبقى حاجه حلوه في نفس الوقت حاجه وحشه، بس الجزء كبير منها قوي وحش. فلو عايزين نعمل ده يلا بينا بجد. انا اصلا كده كده احتمال كبير اعمل ده، بس يا رب بس ما اكونش مشغوله، عشان مؤخرا انا داخله على امتحانات للاسف، وكمان هكون بشتغل. وانا بفكر ان يعني الفيديو ده هقعد قاعده زي دي تقريبا، اصلا الكادر ده عشان انا بحب القعده هنا قوي، بحيث كمان ان انا اعود نفسي ان انا اتكلم اكتر، اسبيك اب اكتر. وكمان انا مش عايزه اعمل اديتنج فيه كتير، يعني انا هطلع اتكلم، مش هعمل اديت في اللي انا بتكلم فيه، وهنزله كلام هيكون من القلب، كلام هيكون من دماغي، وهيكون رايح لكم كده بالطريقه دي. فانا مش عايزه اعمل فيه اديت، انا عايزه اوصله لكم زي ما هو يطلع مني. مش عايزه مثلا اقول لا انا خايفه مثلا ان اتكلم في الموضوع ده عشان مثلا حد يجادج مي مثلا، او الموضوع ما ينفعش يتقال بالطريقه دي. انا عايزه اقول الكلام ها خلاص يطلع زي ما هو هنزله. هل ممكن اندم على الكلام اللي ممكن هقوله ده؟ والله ممكن، انا مش عارفه، بس اتس اوكي بالنسبه لي، عادي عادي خالص. وكمان مش عايزه يكون في editing كتير، عشان الفيديو ده هينزل مع فلوج في الاسبوع، يعني اعمل فلوج واعمل الفيديو ده. حاسه ان انا حاطه نفسي في حته كتير قوي، او بحط نفسي في التزام انا مش امشي عليه دايما، لان انا بشتغل وعندي جامعه واوريدي بصور فلوج في الاسبوع. في اسابيع بيجي فيها ما عنديش وقت، وانتوا بتزعلوا مني جدا لما ما بنزلش، بس انا برضو انا بجد بحب اعمل فيديوز قوي، وبحب ان انا عايزه انزل كتير، وعايزه اشارككم حاجات كتير، واتكلم معاكم اكتر واتواصل معاكم اكتر. بس تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بس انا مش عايزه اقول كده، ان شاء الله يعني هيكون الموضوع كده ان شاء الله، ان شاء الله نقدم المشيئه عشان ده يحصل ان شاء الله. يعني هو في الاول مش هيكون يعني كل اسبوع، بس انا هحاول ان انا انزله يعني في نص الاسبوع كده. امتى لسه ما حددتش، يعني هنشوف، احتمال التلات احتمال. فبس قولوا لي الموضوع اللي بتدور في دماغكم، قولوا لي الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها وانا هجمعهم، وان شاء الله هنتكلم عن كل اللي بيدور في دماغنا كلنا. مؤخرا عندي نهم ناحية الكتب الأدب الكلاسيكي عموما، يعني الأدب الروسي، الأدب الإنجليزي، الأدب العربي، بس اللي هو الأدب القديم بقى. أنا اوريدي قريت أدب إنجليزي، بس أنا حاسة إن أنا برضو قليل قوي اللي قريته. يعني انا بصراحه يعني مثلا الادب الروسي انا بجد بحب تولستوي جدا وبحب اقرا له، وبعدين ادركت ان انا ما عنديش اصلا كتب لتولستوي. ليه تولستوي؟ والادب الروسي عموما غزير جدا. والادب العربي انا بعشق الادب العربي الكلاسيكي. طبعا قررت ان الكتب اللي هجيبها الفتره الجايه كلها تكون ادب كلاسيكي. هجيب ادب روسي، وهجيب ادب انجليزي، وهجيب ادب عربي. دول اللي انا حاطاهم في دماغي دلوقتي اللي انا هجيبهم. في ادب تركي كمان، يعني بجد في ادب تركي رهيب، كله ادب قديم. بس بجد انا مفتقده الادب ده، انا مفتقده النوع ده من الروايات، والابعاد النفسيه اللي بلاقيها في الروايه عن طريق روايه. انا كاتبه الاولويه، يعني انا عارفه ان انا هقرا كتب كتير قوي، بس انا كاتبه انا عايزه اقرا ايه الاول، وبعدين ايه، وبعدين ايه، وبعدين ايه. مثلا دوستويفسكي انا عايزه اقرا الاول المراهق، وبعدين هقرا بعديها الليالي البيضاء. انا قريت جزء من الليالي البيضاء اونلاين PDF، حاجه كده في منتهى الجمال. وبطلت قرايه PDF وقلت هستنى لحد ما اشتري الروايه. وكمان هقرا الفقراء لدوستويفسكي. بس انا حاسه ان انا المفروض اقرا الليالي البيضاء الاول. انا عايزه اقرا الليالي البيضاء لاني بدات فيها اوريدي، فانا عايزه اقراها ومتشوقه، عايزه اعرف ايه اللي هيحصل فيها. وكمان من الادب الروسي كمان عايزه اقرا الحرب والسلام بتاعه تولستوي. وعايزه اجيب قوي جين اير. جين اير من اشهر الروايات الكلاسيكيه في الادب الانجليزي، بتاعت شارلوت بروتني. يا رب اكون بنطق بروتني صح I think يعني. بس بجد الروايه دي انا عايزه اقراها قوي ومتحمسه ان انا اقراها قوي. هطلبها دلوقتي برضو. وعايزه اقرا اوليفر تويست بتاعت تشارلز ديكنز. وعايزه جدا اقرا روايه مجدولين بتاعت مصطفى رياض المنفلوطي. انا بسمع عنها كتير قوي، ودايما بقول ان انا هشتريها وما بلاقيهاش، يعني ما بلاقيهاش في المحلات. وكمان عايزه اقرا قوي برضو لمصطفى رياض المنفلوطي العبارات. وعايزه اقرا جدا هي روايه لنجيب محفوظ اسمها رادو بيس.
انا بدور عليها كتير قوي مش لاقياها، فقلت خلاص انا هطلبها اونلاين. في كتب تانية لنجيب محفوظ عايزه اجيبها، بس انا هبدا الاول برادوبيس وقلب الليل، وعايزه اقرا خاني الخليلي، وعايزه اقرا زقاق المدق. عايزه اقرا كتب كتير، يعني انا بجد عندي رغبه ونهم وجوع كده ناحيه الادب الكلاسيكي اليومين دول. وانا بقلب دلوقتي لقيت عرض كتب. العرض ده فيه 5 كتب زائد كتاب هدية زائد 5 فواصل اللي هي بوك مارك وأذكار. ده كله بقى بكام؟ تخيلوا السعر ب209، يعني 210. العرض بصراحة مغري قوي ان انا هشتري 5 كتب ب200 جنيه. الموضوع بصراحة مغري قوي، خصوصا ان انا بقالي فترة انا بجد عايزة اشتري كتب كتير. انا حاطة ليست قد كده، انا ما قلتلكوش على كل الليست اللي انا حطاها للكتب اللي انا عايزة اشتريها، انا قلت لكم جزء منها، فانتوا لو شفتوا الليست اللي انا عايزة اشتريها هكون بجد محتاجة اوفر. بس برضو حاسة ان الكواليتي مش هتكون احسن حاجة، لان السعر برضو انتوا شايفين سعر الكتب عاملة ازاي، فحاسة ان الكواليتي الورق مش احسن حاجة. انا اصلا بشوف نفسي في المستقبل، في بيتي مثلا ان شاء الله في المستقبل انا هكون الشخص اللي عنده مكتبة في بيته وبتضم الكتب اللي هي النادرة. ده حلم من احلامي ان تكون عندي مكتبة وضمه فيها كتب من الادب العالمي، وكتب متنوعة، مش ادب بس، يعني كتب كتير، يعني طبعات نادرة محتفظة بمجموعتي الخاصة من الكتب النادرة. انا بسعى لده، فانا بشوف ده، بس في نفس الوقت انا بجد انا عايزة اجيب كتب كتير اقراها. انا عندي ليست قد كده وانا مش قاعدة على بنك. شايفة ان العرض ده حلو، بفكر اطلبه. ممكن ده يخدعني بشوية في موضوع اللي هو بقى كواليتي الكتب، مش عارفة لسه هنشوف الموضوع ده، بس انا متحمسة ان انا بطلب كتب. ده بجد، يعني انا هقرا كتب بقى. بفكر اجيب اللي هو بتاع 10 كتب ده. بقول اجيب 5 وبعدين لما اخلصهم بقى اشوف تاني بقى. عشان ايه في الاول. اوكي هطلبهم وبعدين هرجع لكم تاني. تم الارسال، مستنياهم يردوا عليا وبعدين هبقى اقول لكم بقى انا طلبت ايه. كنت بعمل ايديت للفيديو ده حاليا، وبعدين ادركت ان انا ما اديتكوش ابديت عن الكتب. لازم اديكوا الابديت طبعا. سالتهم لو عندهم كتب كتير من اللي انا قلتهم لكم، قالوا انهم مش عندهم الكتب دي للاسف. فطلبت منهم الكتب اللي انا عايزاها ولقيتها عندهم. طلبت حديث الصباح والمساء، طلبت مجدولين، طلبت ايه تاني، والليالي البيضاء، ولسه لحد دلوقتي ما وصلوش. هو النهارده الخميس وبكره الجمعه، فانا بعمل ايديت عشان انزل لكم الفيديو بكره، عشان ما تزعلوش مني، عشان ما اتاخرش عليكم ويكون فعلا كل جمعه ينزل لكم الفيديو. فكنت بقول ان انا مثلا استنى لحد ما الكتب تيجي وبعدين اعمل هول معاكم واوريكم الكتب ونشوف الكواليتي سوا. بس لقيت ان انا هتاخر عليكم ويوم الجمعه مش هينزل فيديو كده، فلا قلت خلاص خليها الفيديو الجاي هعمل معاكم هول الكتب دي وهقول لكم السعر. وكمان عشان في ناس كتير بتسالني عن الكتب اللي انا بشتريها بسعر كويس، وانا شايفه ان العرض ده كويس، بس عايزه اشوف بس برضو الكواليتي بتاعه الكتب. كمان وانا بعمل ايديتنج ادركت ان انا اتكلمت كتير قوي، وبعدين حبيت ده ان انا بعملش ده في فيديوهاتي كتير. اتمنى ان انتوا تكونوا ما زهقتوش من رغيي واستمتعتوا بيه، عشان حاسه ان ممكن اعمله كتير في الفيديوهات الجايه. اشوفكم الفيديو الجاي.